عاوزك تركز معايا كده بالفيديو ده. الفيديو دوت انا عامله مخصوص عشان امبارح كنت ببيع حاجه لشخص كده او زبون، وزبون تاني واقف فسمع ان في حجاره شحن فاستغرب جدا. فاستغربت ان لسه في حد ما يعرفش ان في حجاره بتتشحن. فبعد اذنك شير وفيد غيرك عشان الناس تعرف ان في حجاره بتتشحن وحجاره ما بتتشحنش، ويعني الحجاره يعني ايه اللي بتتشحن انواعها ايه، والحجاره اللي ما بتتشحنش انواعها ايه. زي ما انتم شايفين قدام حضرتك ده الجهاز اللي بيشحن الحجر. ديت حجاره بيسموها حجاره ريموت، ودي بيسموها حجاره القلم. حجاره الريموت ديت اللي هي رفيعه اللي بتشتغل على اي ريموت، والحجاره اللي هي القلم ديت اللي بتشتغل على الساعه. الحجاره يا جماعه عشان نعرف ان هي بتشحن ولا ما بتشحنش، ممكن حضرتك تكون جايب جهاز جديد عندك والجهاز ده جاي معاه حجاره، وحضرتك مش فاهم او مش عارف ان الحجاره دي بتتشحن، فبترمي الحجر ده. طبعا حرام، الحجاره بتكون شحن، والحجاره الشحن ميزتها انها ما بتستهلكش كتير. طبعا هتقول لي انت حضرتك عامل الفيديو دوت عشان تعرفنا ان في حجاره بتتشحن وحجاره ما بتتشحنش. لا، انا عامل الفيديو يا جماعه عشان افهم حضراتكم ان الحجاره اللي بتتشحن مفيده جدا. طبعا مش هنروح نغيرها للريموت كنترول او للساعه، مش هتفرق. ما انت حضرتك هتقول لي الحجاره اللي بتاعت الساعه بتقعد كتير، وحجاره الريموت كنترول بتقعد كتير جدا. لا، انا عاملها يا جماعه للناس اللي بتستخدم حجاره كتير جدا، مثلا للمايك بتاع المساجد، للاجهزه، للالعاب بتاعه الاطفال. طبعا في ناس كتير مننا بتركن العاب الاطفال بسبب الحجاره بتاعتها. مفيش مشكله، من دلوقتي بعد ما عرفنا ان في حجاره شحن، زي ما قلت لحضرتك بعد اذنك الاول عشان نكلم كلامنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وان شاء الله منتظرينكم بمحلات عنون بالمنصوره، ارخص سعر في مصر، الاف المنتجات في مكان واحد، مكاننا مميز ومعروف، ومنتظرينكم ان شاء الله. هنكمل نقول لحضراتكم ازاي تعرف ان الحجر الشحن دوت بيتشحن ولا لا. هنطلع الحجاره بتاعتنا العاديه زي ما انتم شايفين كده، وهنوري لحضراتكم من تحت. من هنا بيبقى مكتوب قدام حضراتكم ان هي 1.5 فولت، بيبقى مكتوب على الحجاره 1.5 فولت. لكن الحجر يا جماعه اللي بيتشحن قدام حضراتكم هو بيبقى مكتوب 1.2 فولت. 1.2 فولت ديت يعني الحجاره بتتشحن، 1.5 فولت يعني الحجاره ما بتتشحنش. الحجاره بتتشحن يا جماعه، بتتشحن في الشاحن زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وديت الكهرباء بتاعته. تمام، في منه بيبقى جودتين، بيبقى فيه جوده رخيصه شويه، ديت لو حاجه تقضي الغرض مفيش مشكله وشغاله برضه مفيش حد اشتكى منها. في الجوده النظيفه ديت جوده مميزه جدا ممتازه جدا. في منها حجاره ريموت وحجاره قلم. بعد اذنك عشان تفيد غيرك تشير الفيديو ده، وكمان لو حضرتك ما تعرفش ان في حجاره شحن تكتب في التعليقات، وحضرتك لو تعرف ان في حجاره شحن يا ريت تكتب لنا في التعليقات عارف الموضوع ده من امتى. منتظرونكم في محلات عنون بالمنصوره. عندنا الحجاره الشحن زي ما اتفقنا، وعندنا الشاحن بتاعها، وعندنا كمان يا جماعه الشاحن اللي بيشحن اربع حجاير مع بعض. عشان طبعا لو عندك لعبه فيها مثلا بتاخد 4 حجاير، بتاخد 5 حجاير، بتاخد 6 حجاير، فتشحنهم بسرعه وتوفر وقت، فتشحنهم بالشاحن ال4 حجر. منتج مميز جدا موجود في محلات عنون بالمنصوره. منتظرونكم ان شاء الله. السلام عليكم حتى الفيديو القادم. إلى علي عنون، من نجاح لنجاح دايما يا رب. ربنا يوفقك في اللي انت فيه وتشرف اكتر واكتر، تشرف عيلتك كده وترفع راسها لفوق يا علوة. ربنا يكرمك، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. علي عنون، ربنا يكرمك يا رب. تحياتي ليك.